مرحبا، كيفكم؟ يعني مؤسف الحال اللي وصلوا فئة مهمة من المعترضين وليسوا المعارضين على أي قانون أو أي قرار بتقوم فيه الدولة بدعوى هن حمايتهم لمستقبل الحريات العامة، وكأنه يعني الحريات العامة شغلة ترتبط فقط بالأشياء المادية. أما أنه هن يطلعوا يمارسوا حرية التعبير بانتقاد الدولة وبتوجيه إلى اتهامات لرجال الدولة ولكل القائمين على الحكومة إنهم جايين من القاعدة ومن خلفية داعشية ومتطرفين وجايين من قندهار، وبالتالي كل هي البيئة المليونية الداعمة لهي الدولة اتهامهم بالتالي بنفس الاتهامات، هذا يخرج من باب حرية التعبير، هذا طبيعي يقولوا. أما نحن بندقق فقط على حرية الأشياء المادية والأشياء المكتسبة يعني، واللي بحاجة لقوانين حبيته أو كرهته. أما أنكم تتعدوا باللفظ وبالاتهام وبالثقافة على مكون أساسي اليوم كمان حبيته أو كرهته في المجتمع السوري، هو من أساسه صلب المجتمع، بأنهم اتهامهم فقط أنهم إرهابيين وأنهم متطرفين، وحقيقة بكل فجاجة وبكل وقاحة بهذا الشكل. هذا تعتبره جزء من حرية التعبير اللي هو عادي، يعني هو باي ديفولت نحن هذا شغله موجوده وتمارسوها بدون اي مساءله، بدون ما حدا يقلكم يدق عليكم الباب اخر الليل مثل ما كانت السوريين معودين، بدون ما يقتحموا اي حدا دوريه لبيوتكم ياخذوكم ويحاسبوكم على هذا الكلام اللي فيه اساءه لثقافه ناس ولطبيعه ناس ولاهل هيدي العالم اللي ضحت كل هي التضحيات كمان مره ثالثه حبيته او كرهته لحتى وصلنا لهي المكان اللي قاعدين عم تدوروا فيه على الحريات اللي انتم بتقولوا بيوم من الايام انه على اساس انه كانت موجوده، وهي كانت غير موجوده وغير مضمونه، وبتعتقدوا انه الناس ذاكرتهم ذاكره سمك يعني هذا الموضوع موضوع الحريات، يعني حتى على ما اذكر والكل بيذكروا يعني الناس. هذا موضوع لأعطيكم مثال بسيط، يعني موضوع مثلا الاحتفالات بالمناسبات الدينية والتزيين والشجر الميلاد اللي بالشوارع والزينة بالشوارع والكشاف الكنسي والموسيقى والطبل والزمر، هذا كله حقيقة جديد، يعني بعهد حافظ أسد ما كان موجود، بالعشر سنين الأولى من عهد بشار الأسد ما كان موجود، يعني سمح فيه وصرح فيه بشار الأسد فقط من باب النصيحة اللي اجته انه انت قدم نفسك كحامي للأقليات وحامي لهي المكونات، وان انت انسان المنفتح في مواجهة هدول الناس اللي جايين من قندهار، وقدم هيدي الصورة وعمل هيدا ماركتينج والتسويق لهذه الفكرة. فيعني إذا معتقدين إنه الناس تنسى والناس ذاكرتها ضيقة، هذا كلام ما صحيح. يعني أنا أذكر كمان ابن اللادية يعني بالشاطئ الازرق مثلا كانت المشروبات الكحوليه كانت ممنوعه على الشط، هلا يصير في تجاوزات لانه اولاد الاسد كانوا موجودين بصير، ولكن قانونا كان ممنوع، يعني ما كان موجود. حتى اللي بده يشرب هذا الكحول كان يحطه بكاسات فاضيه او يحطها بكاسه الكولا يعني. ومع ذلك انتم تدعوا انه هذا الشيء كانه هلا اللي عم بيصير في سوريا شيء جديد، وانه هو شيء ما غريب عن المجتمع السوري، وانتم عم تحرمونا اشياء متوارثه عمرها 2000 سنه. إذا بدنا نحكي بالأشياء المتوارثة اللي عمرها 2000 سنة، يعني بعتقد لولا كان هالمجتمع المسلم السني اللي عاش 2000 سنة في دمشق وفي كل المدن السورية، يعني لو كان مثل ما بتوصفوه أنتم قندهاري وترابوري ومتطرف وقاعدة، ما بتصور كان ممكن حدا يضل عايش فيكم بعد 2000 سنة، يعني حتما كنتم منقرضين من هذيك الأيام. على كل حال بدنا نرجع نفكر شوي بوعي، بدنا نفكر شوي نعطي الأشياء حجمها. الدولة اليوم كل شيء عم تعمل قوانين لتنظيم الشأن العام. إذا أنتم بس مهمتكم بتدوروا على أي شيء وكل شيء لحتى تتهموا هي الدولة وتوجهوا سهام الاتهام لهي الدولة، أنتم برجع بقول لكم حرين تعملوا اللي بدكم تعملوه، ولكن في أشياء بدكم تفهموها. برجع بعيدها وبكررها، سوريا ما رح ترجع لما قبل 8 ديسمبر 2024، هي المرحلة انتهت، وإنه الدولة يعني تراعي تقاليدكم وعاداتكم هذا واجب عليها. أما بما أنه الموضوع بهذا الاتجاه رايح، كمان أنا أطالب الدولة اليوم من هذه المنصة، وبعتقد ملايين السوريين صاروا بيطالبوا، أنا أطالب حمايتي وحماية بيئة كاملة، مجتمع كامل أكثر يمثل أكثر من 80% من الشعب السوري، حمايتنا من كل تعدي لفظي أو إهانة يتهمنا فيها أنه نحن متطرفين أو قاعدة أو داعش أو نحن ناس من يعني أكلت الأكباد وأكلت القلوب. فأنا هذا الشيء لازم
الدولة توقف حقيقة تواجه هي الثقافة، لأنه في يوم من الأيام يعني حتما إذا ما أخذ في شأن أي إجراء حتما رح يوصل الموضوع لمكان ما منيح وما يكون يعجب حدا. فهذه رسالتي اليوم للدولة، أنه لازم توقفوا بظهرنا مثل ما كل عم توقفوا بظهر الجميع. يعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد.